تعرف ان انت ممكن تعيد برمجه مخك نحو الثروه في 5 خطوات بسيطه جدا. هوريك ازاي تحول طريقه تفكيرك لجذب الثروه بدل ما تهرب منك. تعال نبدا. واول خطوه عشان تبرمج عقلك هي التخيل. تخيل نفسك غني، مش مجرد حلم لكن تفاصيل واضحه. بيتك شكله ازاي، عربيتك ايه، احساسك ايه. انا بقول لك ده ليه؟ لان العقل الباطن بيشتغل على الصوره اللي بتقدمها له، لكن الصوره لوحدها مش كفايه، لازم يكون معاها حاجه تانية مهمه جدا، وهي الخطوه التانية، تركيز على الوفره. بدل ما تفكر في اللي ناقصك ركز على اللي عندك. اكتب 3 حاجات انت ممتن ليها كل يوم، ده هيغير طريقه تفكيرك ويخليك تجذب الفرص بدل ما تضيعها. طيب عرفت تركز، لكن العقل محتاج حاجه تانية عشان يهدى ويشتغل كويس، وهي الخطوه الثالثه، ان انت تخصص 10 دقائق كل يوم تامل فيهم، تركز فيهم على اهدافك الماليه. ده بيساعدك تهدي افكارك السلبيه وتفتح عقلك لحلول جديده. ودلوقتي بقى عندك عقل واضح ولكن بدون هدف واضح، الطريق هيفضل غامض. عشان كده لازم ننتقل للخطوه الرابعه، وان انت تكتب اهدافك الماليه بوضوح. زي مثلا انا عايز اكسب كذا في السنه. اما الهدف ده يبقى واضح عقلك هيعرف يشتغل عليه. لكن تحديد الهدف لوحده مش كفايه، لازم تتحرك. وهنا ننتقل للخطوه الخامسه والاهم، ان انت لازم تخليك عملي. يعني ايه؟ تبدا خطوات صغيره، زي ان انت توفر جزء من دخلك او تبدا استثمار بسيط. المهم ما تتناش الظروف المثاليه، واعرف الثروه مش مجرد حلم، دي هي نتيجه عادات يوميه بسيطه مستمره. ابدا النهارده وافتكر ان قرارك هو البدايه الحقيقيه.